السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. جينا لكم بفيديو جديد ومعلومة جديدة. وفي ناس كثيرة بتسأل إيه القضايا اللي أنا يجوز لي كمجنى علي أصطلح فيها، وإيه القضايا اللي ما ينفعش فيها التصالح. يعني في ناس، يعني بعض الناس ما بتعرفش مثلا إيه اللي بيجوز التصالح فيه وإيه اللي ما يجوز. في الفيديو ده هكلمك على السبع قضايا اللي يجوز ليك الحق كمجنى عليك التصالح فيها مع المتهم. رقم واحد، قضية النصب والاحتيال. رقم اثنين، خيانة الائتمان. رقم ثلاثة، خيانة الأمان. رقم أربعة، الضرب داخل الخناق، عادي يجوز التصالح فيه. الإتلاف. وأخيرا اغتصاب الحيازة، يجوز أيضا التصالح في هذه الجنحة. إذا أنت النهاردة عارف السبع قضايا اللي يجوز ليك فيها التصالح، عشان لو في إشكالية بينك ما بين حد ما تقولش إن أنا لازم اللي ما اصطلحتلوش هتحبس. في حاجات حتى لو أنت رحت المحكمة واصطلحت واتنازلت عن الشق بتاعك أنت، بيبقى فيه شق جنائي بتختص به النيابة العامة، وهي سلطة الاتهام فيه، فما يجوز فيها التصالح. زي السرقة مثلا ما يجوز فيها التصالح. بالمناسبة القتل الخطأ يجوز فيها التصالح. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة.